السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشني قوي 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 قوي. عاملين ايه؟ يلا بينا نبدأ بسم الرحمن. الصيام العشرة يا جماعة ابتدى. بصوا انا مرهقة جدا وتعبانة، الصيام مخليني مش قادرة. بصوا حبايب قلبي، في حاجة اتصلت، في حاجة بعتت لي على القناة، قالت لي انا الحاجة من اسوان ومش بعرف اخش على اللينك، ابعتيلي لينك مش عارفه مين ومش بعرف وكده. اتصلي بيا حبيبتي على رقمي، اتصلي بيا على رقمي، تواصلي معايا على الواتساب، وانا بمشيئه الرحمن هسهل لك كل الامور، مش هخليكي تتعبي في حاجه بمشيئه الرحمن. ولكن كلميني على الواتساب او كلميني على الفون، على التليفون برد بمنتهى السهوله، لكن انا مش هينفع اتكلم معاكي على القناه علنا كده يا حاجه. تمام؟ تواصلي معايا على الفون يا حاج او على الواتساب وانا تحت امرك. بصوا بقى يا حبايبي، معانا اوردر بتاع عروستنا النهارده. الحلقه اللي انا صورت فيها الملايه ام كورنيش اتحذفت من عندي والله، يعني انا كنت عايزه اصورها لكم وللاسف يا جماعه اتحذفت من على الموبايل عندي، لان الموبايل لازم تحذفي لازم تخلي مساحه وتحذفي، فاتحذفت من عندي. فبمشيئه الرحمن هعمل فيديو تاني لتركيب الجبير على الملايه. برضو هجيب ملايه بيضه لان مطلوب مني 5 اطقم من الملايه الجبير دي. خلاص؟ ولكن بقى تعالوا لعروستنا القمر بتاعت سلسل ليان اللي من المنوفيه، تعالوا نشوفها. عروسه رقيقه جدا، طالبه ايه معانا؟ واللي كانوا بيقولوا لي في الكومنتات عايزين تغليف ازاي، قلت لكم اي حاجه غلفوا بيها، المهم ان الاوردر يروح للعميل. القماش الداخلي ده الابيض ده يبقى ابيض زي الفل كده زي ما انتم شايفين. خلاص يا حبايبي؟ طيب تعالوا نشوف النهارده مكونات الاوردر اللي معانا ايه. نسمي بسم الرحمن. معانا النهارده خامتين يا جماعه، معانا خامتين. اول خامه العمريه، العروسه بتاعتنا ما شاء الله رقيقه جدا وسيمبل جدا. بصوا طالبه ايه؟ طالبه الخامه دي اهي، دي عمريه. بصوا طالبه اللون التحفه ده، بصوا اهو شايفين زي ما انتم شايفينه كده، لونه هادي قوي ورايق قوي وجميل قوي. بصوا ما شاء الله ده عمريه. خلاص؟ العمريه عايزاكم تاخدوا قاعده كده، الناس دي بتتهافت على العمريه وبتروح تشتريها. سيبكوا بقى من مبدأ ان هو بيوبر او ما بيوبرش، خلاص؟ لان العمرية بيبقى فيها الوان ما بتبقاش موجودة في التركي. خلاص؟ خلينا نبقى متفقين كده، العمرية ما بيبقاش فيها الالوان في التركي. خلاص؟ فعشان كده الناس بتتهافت على العمرية وبتحبها. خلاص؟ طيب تعالوا كده نسمي بسم الله يا محمد. نسمي بسم الله يا جماعه ونشوف العروسه بتاعتنا طالبه ايه النهارده. ولكن انا حاسه ان في حاجه بتلزق. هات لي مناديل المطبخ دي، هات لي مناديل المطبخ دي اهي، وهات لي شويه ميه عشان عايزه امسح في حاسه ان في حاجه بتلزق. هات حبه ميه، في كوبايه اهي فيها ميه. حاسه ان في حاجه بتلزق على الترابيزه اهي، الكوبايه الصغنطوطه دي فيها ميه اهي. ايوه خلاص يا جماعه. يبقى الفرق البسيط اللي بين التركي وبين العمريه طبعا غير الخامات طبعا دي. والله يا جماعه التركي حلوه والعمريه حلوه والبركال حلوه، انا بحبهم كلهم مفيش مشاكل فيهم، ولكن الالوان هي اللي بتختلف. تمام؟ مش عارفه يا جماعه، انا عندي معلش انا عندي وسواس النظافه فاعذروني، اعذروني معلش. بصوا يا جماعه اهو، بصوا العمليه عامل ازاي. ده كيس مخده، خلاص ده كيس خده دي. بصوا الناس اللي كانت بتقول لي الفرق ايه بين العمريه وبين التركي، بصوا العمريه قماشته عامله ازاي. بصوا قماشته يعني مش عارفه اوصف لكم فيما معناه يعني ان العمريه قماشته غير التركي. خلاص؟ دي قماشه ليها استخداماتها ودي قماشه ليها استخداماتها، ولكن كله حلو كله حلو. طبعا العروسه حابه ان هي تجرب، عروستنا حابه ان هي تجرب الخامه دي وتجرب الخامه دي، فاتصلت بيا قالت لي عايزه من ده
وعايزه من ده. بصوا دي ملايه كبيره سرير 170. عايزه اقول لكم ان انا عامله الملايه دي 3 متر الا ربع. الملايه دي 3 متر الا ربع. خلاص زي ما انتم شايفين كده. بصوا حاسه ان في حاجه مش عارفه بتلزق كده ولا ده القماش يا جماعه. خلاص يبقى الملايه دي انا عاملاها ايه 3 متر الا ربع. خدوا بالكم السرير 170 ما بيتعملوش ملايه 2.5. ده الكلام ده في السوقي بقى اللي هو الستاندر. خلاص انا ما بحبش الشغل السوقي. ادي ملايه. بصوا بقى عايزه اوريكم تفاصيل الملايه. ولكل حبايبي اللي بيخيطوا عايزه اقول لهم حاجه. الكاويه البخار الاولانيه بتاعه تقفيل الاوردر دي هي دي الكاويه اللي بيفضل عليها الطقم لحد ما يدوب معاكي. الكاويه البخار دي هي دي اللي بتثبت القماشه وبتخليها ماسكه نفسها كده وحلوه وبتخليها متظبطه. خلاص عشان نبقى عارفين حاجه. يبقى الكاويه اللي هي الاساسيه الاولانيه بتاعه الطقم لما بيخلص دي هي دي الكاويه المهمه. بصوا كل حاجه بلونها. بصوا الطقم عامل ازاي. مسطره يا جماعه مسطره. بصوا ما شاء الله شايفين. طبعا على كل حرف من حروف الملايه واخدين فرماتوره لازم. ده كده اساسيات. دي الف ب خياطه. بصوا الطقم عامل ازاي. مفيش خياطه طالعه مفيش خياطه نازله. اللون ما شاء الله تبارك الرحمن. الخامه طبعا حلوه عمريه طبعا غنيه عن التعريف. بصوا التقفيل عامل ازاي يا جماعه من جوه زي من بره. عايزه اقول لكم انا ما كنتش هصور والله الحلقه بتاعت النهارده دي بس ايه قلت انا تعبانه يعني النهارده انا مرهقه جدا لان انا كنت بشتري قماش وجايه تعبانه والصيام وكده. بصوا التقفيل عامل ازاي. شايفين التقفيل يا جماعه. التقفيل بيتكلم عن نفسه والله شغل ما شاء الله تبارك الرحمن. التقفيل بيتكلم عن نفسه. بصوا الاحرف اللي واخده فرماتوره يا جماعه والفرماتوره يعني بصوا مفيش فتله. يعني مفيش فتله طالعه من الفرماتوره. ده ده ليه عشان انتي رايحه جايه على الايه على القماشه كذا مره. دي اسمها فرماتوره للناس اللي هم بيخيطوا فاهمين انا بقول ايه. خلاص اهم حاجه يا جماعه في الشغل تظبيط الشغل. اهم من المكسب واهم من اي حاجه انتي بتروحي لها. ظبطي شغلك الاول وبعد كده فكري في مكسبك. خلاص يبقى ادي طقم اهو. ادي طقم كبير عروستنا طالباه وايه حابه يعني ان هي قالت لي انا حابه ان انا اختار يعني عشان ايه الاوردر ده تيست يا جماعه. هتشوف شغلي حلو ولا لا بقى عشان تشتغل معايا. خلاص يعني هي ايه دول 2 كيس خداديه وعملت لها بقى الكيس المخده. هي كانت طالباه ساده زي الصوره بس انا حبيت بقى اعمل لها حاجه ترند بقى وايه وما تبطلش. يعني حتى لما تيجي تفرش السرير يعني الناس اللي معاها يقولوا لها ايه ده ايه القماش ده. فحبيت ان انا اجيب لها هشير زي ما انتم شايفين كده. الهشير اهو. حبيت ان انا اعمل لها كيس المخده هشير. شايفين خامته عامله ازاي وشكله. يعني بصوا الطقم يا جماعه بيتكلم عن نفسه. الطقم بيتكلم عن نفسه. ده اول طقم معانا. تاني طقم طلبته بقى تركي زي ما انتم شايفين كده اهو. ده تركي يا جماعه. طبعا انا المقرب على قلبي والعزيز على قلبي جدا التركي. المقرب على قلبي والعزيز على قلبي جدا التركي يا جماعه. بحب التركي قوي. بحب التركي قوي. بتسال تقولوا لي ليه يا مدام ايمان ما انت بتخيطي وعارفه الخامات. اقول لكم سبحان الله من اول ما ابتديت اشتغل فيه وانا بحبه. بصوا ده كيس مخده. عايزه اقول لكم ان العرايس عشان كلنا بقى يا جماعه نقف مع بعض ونتقي الله في شغلنا. عايزاكم تبقوا عارفين مبدأ العرايس اول ما بتتجوز يا جماعه لازم اكياس المخده بتاعتها تبقى واسعه وكبيره. بصوا مبحبحه. ليه؟ لان العروسه عفوا بتبقى جايبه المخدات الفوليوم بتاعها عالي. ما هي لسه عروسه بقى جديده فاهمني. فبتبقى شاريه المخدات فوليومها عالي. فلما تيجي تفرش السرير خلاص تلاقي كيس المخده واسع وحلو. حبت بعد كده تنزل عند اي ترزي يضيقه اوكي مفيش مشاكل. ولكن الضيق ملوش علاج ولكن الواسع هو اللي له علاج. بصوا يا جماعه تقفيل كيس المخده من جوه عامل ازاي. بصوا الاوفر. مكنه الاوفر متظبطه متزيته جديده نظيفه معمول لها صيانه. وعايزه اقول لكم ان انا اللي بعمل الصيانه المكني.
انا اللي بعمل الصيانه المكني. بصوا الخيط طبعا اللي بره مش زي اللي جوه، لان اللي جوه بصوا بيبقى عامل ازاي واللي بره عامل ازاي. ما شاء الله. كيس المخده يا جماعه واسع وحلو وازيد من 1.5 متر، لان هي طالبه طقم 1.5 متر، 1.70 ازيد من 1.70 متر، علشان ما بحبش البوز يبقى باين. بصوا التقفيل، طبعا التقفيل بيتكلم عن نفسه، انا مش هتكلم. كان متطبق ازاي ده اهو، معلش مطبقينه على المكوح. بصوا يا جماعه ده كيس مخده وهي طالبه 2 خداديه. بصوا الخداديه عامله ازاي، لازم افتح لكم الخداديه بقى. بصوا الجمال، بصوا اللون ده روعه، والتركي روعه يا جماعه، التركي روعه جدا جدا بحبه. بصوا الخامات عامله ازاي، حلوه قوي. لو انت طبعا بتروحي تشتري تركي من عند اي حد، الملمس بيختلف غير الصوره. ساعات كتير جدا بننزل علشان نشتري قماش، نلاقي يقولوا لنا مثلا الباكج ده تركي يا جماعه، الباكج دي تركي، فتروحوا عشان تشتروا التركي منها تلاقوا فيها توب خفيف، ده بقى بيبقى عيب مصنع، ولكن ما بيبقاش عيب التاجر ما بيبقاش عارف. هو التاجر بيشتري وبيحط الحاجه وما بيبقاش عارف بقى ده ايه، خفيف تقيل، ولكن هو بيتصدم ان هو ايه، ان التوب خفيف. خلاص، فانتوا عايزاكم تبقوا مركزين وانتوا بتشتروا الخامه. خلاص يا جماعه، ده كيس مخده اهو. العروسه طالبه 2 كيس مخده، 2 خداديه اهو، وطالبه ملايه 3 الا ربع. بصوا الملايه، بصوا تقفيل الملايه عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين تقفيل الملايه عامله ازاي؟ بصوا بقى التركي، قلت لكم كذا مره التركي يا جماعه خامته بتبقى محببه كده. شايفين اهي بصوا ماسكه نفسها اهي يا جماعه. بصوا شايفين اهي بتبقى ماسكه نفسها، وظهرها عامل زي الجنس. بصوا ماسكه نفسها شويه اهي. بصوا محمله حلوه، ملمسها جميل جدا عشان العرايس اللي مش عارفه. بصوا التيكت بتاعنا الشهير اهو يا جماعه، النظافه اهو، حاجه جميله. وبرده يا جماعه بعمل ستاير، عشان لو حضراتكم بعمل ستاير اطفال، اي ستاير انتوا تتخيلوها بعملها. يعني انت ممكن تبعتي لي القماش، صوره القماش والمقاسات، وانا اعمل لك احلى ستاره، احلى ستاير اطفال. بعمل جميع انواع الستاير يا جماعه كده. ده تاني طقم معانا اهو. خلاص، تالت طقم معانا بقى اطفال، طالبه منه تركي برضو، طالبه 4 اكياس خداديات اهو، 2 3 4 اكياس خداديات في طقم العروسه ده. بصوا اهو برضو الخامه دي تركي، واظن بيتكلم عن نفسه اهو زي ما انتم شايفين اهو. بصوا كيس المخده عامل ازاي. عايزه اقول لكم يا جماعه، والله الاطقم دي متبقاش منها قماش. يعني حطيت كل القماش اللي انا شارياه فيها، كل القماش، لدرجه ان ايه، بصوا لدرجه ان كيس المخده من جوه، كيس الخداديه ده كيس خداديه اطفال اهو، عايزه اكبر لها اللفقه اللي جوه بقدر الامكان. بصوا عملت لها ايه يا جماعه، يعني في ناس بتقتصر على اللفقه دي بس خلاص، ولكن انا حبيت اطول لها اللفقه عشان يبقى في ارتياحيه وهي بتفرش كيس الخداديه. خلاص، انا ما بستخسرش، والله ما بستخسر خياطتي، انا ما بستخسرش خياطتي قد ما انا حابه ان الناس يبقى شغلها حلو وتبقى منتجاتها حلوه. بصوا كيس المخده قد ايه يا جماعه، شايفين كيس الخداديه بتاعه الاطفال قد ايه. بصوا بتتكلم عن نفسها طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو. طقم الاطفال فيه كيس مخده، كيس خداديه، ملايه دي طبعا 2.5 يا جماعه عاملاها. اللي حابب ان هو يزود اوكي مفيش مشاكل يزود. بصوا بصوا الملايه تقفيلها عامل ازاي من جوه يا جماعه، شايفين؟ اللهم بارك. انت هتاخدي طقم ملايه يعني ربنا يبارك للي بتخيط. انتوا هتقولوا كده، اللي بتخيط دي انسانه نظيفه ومرتبه جدا، ده اللي هو انا. خلاص،
اهو. يبقى كده دول طقمين اطفال اهم، او احنا انا عن نفسي بسميهم طقم اطفال، ولكن انتوا بتسموهم بقى زي المسميات اللي انتوا بتسموها. خلاص ده اللي رايح لعروستنا اهو. هنكيس بقى يا جماعه، هنكيس بقى للعروسه عشان نبعت لها الشغل بتاعها الحلو الراقي الجميل ده. الناس بقى اللي كانت بتقول لي التغليف يا جماعه، التغليف باي حاجه، التغليف باي حاجه، التغليف باللي انت بتقدري عليه، باللي عندك، اكياس فايبر، اكياس بتاع دوت مشمع، فاهميني؟ انا بقى عايزه عروسه سيرس الايام بقى تقول لي ايه رايها في الاوردر الجامد ده. خلاص برضو يا جماعه بعمل الملايات كرانيش، يعني خلي بالكم يعني، بس ايه اللي مش حابب كرانيش براحته، فاهميني؟ اللي مش حابب كرانيش براحته، دي حاجه ترجع لكم. ان شاء الله هعمل معاكم تاني الملايه كورنيش تاني، خلاص، وهصورها لكم لان انا مطلوب مني كميه يا جماعه، وهصورها لكم. خلاص زي ما انتم شايفين كده اوردر عروستنا. طبعا الكوفرته دي بتاعتها العروسه بقى اللي طالبه الملايات اللي هي الكتير دي، اللي هي الاطقم الكتير، اللي هي الاطقم دي اللي هي البينك دي، لسه طبعا اوردرها ما خلاص، وقالت لي بعد العيد ان شاء الله ربنا يستر كل بناتنا. قالت لي بعد العيد، يعني هي بعد العيد انا هعمل لها الاوردر بتاعها. خلاص زي ما انتم شايفين كده ادي الاوردر بتاعنا. ويلا بقى ايه نودي شركة الشحن، واستنوني في